نبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أعظم وأغرب يوم شهدته الأرض، إذ وقعت فيه معجزات عظيمة جعلت إبليس يصرخ من شدة ما حدث. فجرى يوم الاثنين 12 من ربيع الأول يوم ولد سيد الخلق في مكة المكرمة. كان ذلك اليوم حدثا غير عادي، فقد تزامن مع علامات وأحداث غريبة لم تقع من قبل، إذ انطفأت نار الفرس التي ظلت مشتعلة آلاف السنين ولم تطفأ قط، فكان لذلك أثر عظيم في نفوس كهنة المجوس. وحدثت معجزة أخرى في بلاد فارس، إذ غاضت بحيرة ساوة فجأة بعد أن كانت ممتلئة منذ قرون. وفي مكة روت السيدة آمنة رضي الله عنها أنه حين ولدت النبي صلى الله عليه وسلم خرج منها نور أضاء قصور الشام، وكأن العالم قد استنار بمجيئه عليه الصلاة والسلام. كما روي أن الأصنام التي كانت في الكعبة سقطت على وجوهها في ذلك اليوم إعلانا بانتهاء زمن عبادة الأوثان. وفي السماء حدث أمر عظيم، فقد منعت الشياطين من استراق السمع كما كانوا يفعلون من قبل، ووجدوا السماء قد ملئت حرسا شديدا وشهبا عند غضب إبليس غضبا شديدا، وأمر جنوده من الشياطين أن ينتشروا في الأرض لمعرفة ما حدث، حتى إذا بلغ مكة وجدها تغص بالملائكة، فخرج إليه جبريل عليه السلام فسأله إبليس ما الذي حدث؟ فأجابه جبريل عليه السلام لقد ولد محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. فسأله إبليس هل لي فيه نصيب؟ فقال له جبريل لا نصيب لك فيه، فطرده جبريل فهرب إبليس صارخا صرخة لم يصرخ مثلها من قبل، إذ علم أن النهاية قد اقتربت وأن الأرض تستعد لتغيير عظيم بميلاد هذا النبي الكريم. في ذلك اليوم ولد اليتيم الذي سيكون رحمة للعالمين، حامل رسالة التوحيد ومغير مجرى التاريخ. لم يكن يوم ميلاده صلى الله عليه وسلم يوما عاديا، بل كان بداية فجر جديد تنكسر فيه قيود الظلم وتشرق فيه شمس الهداية على البشرية، ولن تنكسر أجمع. يوم